خوتي هاد اليماني هذا خصكم تسمعوه مزيان وتصنتوا له. هادي راه رسالة تيصيفط لنا من اليمن عندنا، والتجارب ديال هذه 16 نصيحة سنة ولا والزمن 17 بيت. سنة. هو المكان تيقولها اللي من بتروحوا له اليوم هذه يقول احنا لك راجعين البلاد منه من قبل ديالو 14 فين سنة. كانت وفين وأنا في رجعت، المغرب الحبيب وتينصح إني لكم ناصح المغاربة أمين، والدراري أتمنى أن المغاربة، تسمعوا كلامي وتيصل للناس. النساء المغربيات نحن في حرة، اليمن قبل والدراري 14 الحرين اللي سنة تيخافوا كنا على عايشين في بلادهم. أمن وأمان، يسمعوا للدم حرمة، مزيان هاد للمساجد الرسالة. حرمة، وللأعراض حرمة. وحينما خرج بعض الناس على الحاكم بحجة أنهم يغيروا الفساد، جلبوا لنا ما هو أفسد منها. اليوم اليمن مقسمة، كل إنسان معه جهة. اليوم أرخص حاجة الدم اليمني، الأعراض مباحة، المساجد تفجر، الطائفية منتشرة بكل مكان. لذلك لا تكونوا أنتم معول هدم لبلادكم. احنا نستغرب من هذه الشعوب، المفروض هذه الشعوب تتعظ من الشعوب الأخرى دي خرجت على حكامها، بحيث انها يعني العدو ما يجد اي ثغرة انه يخرب هذه البلاد او يجعلها مقسمة او يفتن بين اهلها او مع اي دولة مجاورة. احنا اخوة يا مسلمين، احنا كيمنيين احنا نعتز بالمغرب انها دولة، يعني دولة قوية وشعبها واعي. نعتز بالجزائر، كلنا اخوة. نعتز بالسعودية، نعتز بالدول العربية، بمصر، بالدول العربية كلها التي لا زالت قائمة، والعدو ما قدر يتسلل يعني لداخلها عبر ابنائها. فلا تكونوا انتم معول الهدم. هذه نصيحة والزمن بيكتب. المكان اللي بتروحوا له اليوم هذه احنا راجعين منه من قبل 14 سنة. اليوم اليمن منتهية تماما، وهم خرجوا على اساس انهم يغيروا الفساد، وما كانش فيه فساد نهائيا. كان للدم حرمة، وللعرض حرمة، وللمساجد حرمة، وللدين حرمة، وللصحابة حرمة، والكل شيء جميل داخل اليمن حرمة، وكل مجرم يحاسب. اليوم نحن المجرمين يطلقون في الشوارع ضد المواطنين، تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها، تنشر العقيدة ذي تكفير صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني خراب دنيا ودين. لذلك منهج السلف حفاظ على أبناء الإسلام وليس حبا في الحكام. هذا يعني حفاظا على بلادكم، أمنكم وأمانكم. بلاد المغرب ما يحق الناس بس هؤلاء الذين خرجوا، وأنا أدري أنهم واعيين وبيتقبلوا النص تماما، وبيبصروا الشواهد، وبيبصروا حولهم، وينظروا بأفق، ما ينظروا بشيء ضيق، بشعارات هزيلة، شعارات قد ربما أنه يصنعها عدو المغرب نفسه، مشان يخرج أبناء المغرب يحتكوا مع الدولة ذي تقضي حاجات كل المغربيين بكل مكان، ويعطلوا أمور الدولة إلى أن يتم سفك الدم. وإذا سفك الدم يبدأ يشتعل النار، والعدو يستغل هذا الوضع. فالله الله بالمغرب الحبيب، الله الله بالجزائر، كلنا أخوة، كلنا مسلمين.